كان الشيخ محمد متولي الشعراوي يعتبر سفيراً غير رسمي للأمة العربية والإسلامية، حيث كان له دور كبير في توحيد الصفوف وتنقية الأجواء. تمتع بشخصية كاريزمية جعلته محبوباً من قبل الشعوب والحكام على حد سواء. عندما زار الجزائر بعد استقلالها كرئيس لبعثة التعريب الأزهرية، التقى بالرئيس الجزائري هواري بومدين عدة مرات. كان بومدين يستجيب لآراء الشعراوي فوراً. في إحدى المرات حدث جفاف في الجزائر ودعي إلى صلاة الاستسقاء، وجلس الجميع ينتظرون بومدين للمشاركة في الصلاة. وصل الرئيس الجزائري بومدين إلى المسجد وفقاً لما كان مخططاً، وكان في استقباله جمع غفير من المسؤولين والشخصيات العامة الذين وقفوا احتراماً وتقديراً له بمجرد دخوله. كانت أجواء المسجد تعمها السكينة والوقار، وكأن الجميع على وعي بأنهم في حضرة لحظة دينية مهمة. عندما دخل بومدين كان على وشك الجلوس بعد أن تبادل التحية مع الحاضرين، لكن في تلك اللحظة بادر الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان حاضراً في هذا اللقاء بتوجيه نظره إلى وزير الأوقاف الجزائري قائلاً له: قم وأخبر الرئيس بأن يصلي ركعتي تحية المسجد. كان لكلمات الشعراوي وقع خاص، إذ لم تكن مجرد نصيحة عابرة، بل تنبض بالاحترام والتذكير بأهمية الالتزام بالتقاليد الدينية في مثل هذا المكان المقدس. وأضاف الشيخ الشعراوي بكل أدب وحكمة: نحن هنا نتضرع للمولى عز وجل، ومن الأولى أن يبدأ الرئيس بالصلاة تحية للمكان. تردد الوزير للحظة وهو يدرك مكانة بومدين الكبيرة كرئيس، لكنه في ذات الوقت فهم الحكمة العميقة وراء توجيه الشعراوي. فالشيخ الشعراوي لم يكن يريد فقط أن يلتزم الجميع بالتقاليد، بل كان يهدف إلى أن يبدأ الجميع وعلى رأسهم الرئيس بالتوجه إلى الله بالدعاء والخشوع، باعتبار هذه اللحظة مقدمة لصلاة الاستسقاء التي تجمع القلوب على الرجاء والطلب من الله عز وجل. توجه الوزير بخطى ثابتة نحو بومدين وأبلغه برسالة الشعراوي. لم يتردد بومدين للحظة، بل استجاب فوراً وأبدى تواضعاً كبيراً وهو يقف ليؤدي ركعتي تحية المسجد أمام أنظار الجميع. كان المشهد مؤثراً للغاية، فالرئيس الذي يتمتع بمكانة سياسية عظيمة لم يتردد في إظهار خضوعه لله عز وجل، مجسداً بفعله معنى التواضع والخشوع أمام الخالق. بعد أن انتهى بومدين من صلاة الركعتين، وقف الجميع لأداء صلاة الاستسقاء. تقدم الشيخ الشعراوي ليؤم الناس في الصلاة، وكان صوته يمتزج بالخشوع واليقين، والدعاء ينطلق من قلبه متضرعاً إلى الله أن ينزل الغيث على البلاد وأن يرفع عنهم القحط والجفاف. كانت كلمات الدعاء تحمل في طياتها الرجاء والأمل، وقد شعرت الجموع بأنها جزء من هذه المناشدة الجماعية إلى الله، فارتفعت أصوات المصلين بالدعاء معاً، وكأن قلوبهم توحدت في طلب الرحمة والبركة. تميز هذا الموقف ليس فقط بأداء الشعائر الدينية، بل برمزيته العميقة، فقد أظهر بومدين كقائد للأمة التزامه الديني وتقديره للعالم الإسلامي ورموزه مثل الشعراوي. وكان تصرفه دليلاً على أن السلطة والمسؤولية لا ينبغي أن تجعلا المرء يغفل عن واجباته الدينية